تحت شعار انفخ شفايفك عشان مش شايفك، وبعنوان هو كل ما الناس تنسى اني بحط عليك تجبرني ارجع افكرهم من تاني، الاهلي بيحتفل بنهاية 2016 وبداية 2017 بالتحفيل على الزمالك والفوز 2-0. وزي ما قلت لك قبل كده الاهلي لما بيركب ما بينزلش، ودلوقتي هو مش بس راكب، ده كمان مدلدل رجله. دخل الاهلي ماتش الزمالك بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى أوليفر إكرامي، 4 في خط الدفاع سعد راموس ومحمد نجيب قلبين دفاع، على يمينهم الفتى الطائر محمد هاني، وعلى شمالهم حسين مارسيلو. 2 في وسط الملعب المسمار حسام عاشور والجوكر أحمد فتحي، قدامهم 3 في القلب المدفعجي عبد الله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، وعلى شماله الحراق مؤمن زكريا، تحت نمر وحيد مروان محسن. لو رجعنا لليومين اللي قبل الماتش هنلاقي انهم حاولوا يلعبونا نفسيا قبل كرويا. اتحاد الكرة لما اقترح اللعب في برج العرب قالوا هننسحب من الماتش، طب هنجيب الحكم الثالث على مستوى العالم، قالوا ما حسبلناش ضربتين جزاء في الماتش اللي حكمه قبل كده وشكله اهلاوي، وكان كل يوم يطلع خبر ان لاعب من عندهم اتصاب، يعني النهارده حفني، بكره باسم، بعده ستانلي، لدرجه ان حسيت انهم مش هيلاقوا حد يلعبونا بيه وهينزلوا محمد حلمي في التشكيل الاساسي، وكلها حركات اقدم من الجبنه الرومي. اما الاهلي اتعامل مع كل الكلام ده بمنتهى الذكاء والخبره وبنظريه ريح الزبون، بس ما كنتش اعرف ان الاهلي هيكون ايده تقيله كده، وبدل ما يريح الزبون يكيفه. بدأنا الماتش بأكبر عدد من اللعيبة اللي عندها خبرات بصفة عامة وخبرات في ماتشات الأهلي والزمالك بصفة خاصة، عشان كده ما اقدرش أقول إن تشكيل الأهلي كان فيه مفاجآت باستثناء مركز أو 2. كابتن حسام البدري عارف إن كل الناس عارفة إن الأهلي بيعاني من مشاكل بسبب البطء في قلب الدفاع، وخصوصا بعد إصابة حجازي وربيعة، فقرر إنه يعالج بطء سعد ونجيب ويسندهم بالدفع بأسرع باكين موجودين عند الأهلي في الوقت الحالي، فلاعب محمد هاني ناحية اليمين وحسين السيد بدل علي معلول ناحية الشمال. وكمان كل الناس كانت متوقعة إن اللي هيلعب في الوينج الشمال يا ندفيد يا اجاي، وعلى عكس كل التوقعات اللي لعب هو مؤمن زكريا. ولو سألتني ليه هقول لك السبب ملوش اي علاقة بالتكتيك ولا الفنيات، وكل الموضوع ان الحراق بيكون موفق في ماتشاتنا مع الزمالك وكعبه عالي عليهم، والحقيقة انا اتفاجئت زيكم، ما توقعتش ان هيكون عالي قوي كده. شوط اول في بدايته كان فيه خوف وحرص من الفريقين والاعصاب كانت مشدوده، وكان اغلب اللعب في نص الملعب والكره رايحه جايه بين الفريقين، وما كانش فيه حد قادر يستلم ويسلم على الارض، واعتمد الفريقين على الكرات العاليه اللي ملهاش صاحب، وواحده واحده بدات الكفه تميل ناحيه الاهلي، وخبرات لعيبتنا بقت هي اللي بتتحكم في الماتش. وبالرغم من لعب الزمالك ب3 في نص الملعب والاهلي كان بيلعب ب2 بس، لكن نص ملعبنا كان الاقوى والاحسن في الانتشار، وفي اغلب فترات الشوط كنا احنا اللي ماسكين كوره وبننقل براحتنا، ووصلنا للشناوي كتير وكنا الاخطر على الجول. الاهلي عنده ميزه من اول الموسم ممكن يكون في ناس كتير ما لاحظتهاش، وهي ان الاهلي بيحاول يعمل هجماته باقصى سرعه وباقل عدد من التمريرات قبل رجوع لعيبه الفريق المنافس وتمركزهم صح في المناطق الدفاعيه. الاهلي جاب الجول الاول من هجمه مكونه من 4 تمريرات بس، ورغم كده ضرب بيهم كل خطوط الزمالك، واللي جاب الجول اللاعب رقم 8 متسجل في شهاده الميلاد مؤمن ومكتوب في البطاقه مؤمن، وبينادوله في الملعب مؤمن الحراق، مع انه لو مش مؤمن ومن كفار قريش مش هيجيله قلب يعمل فيهم كده. شوط تاني بدأناه بلعبة غريبة ما فهمتهاش لحد دلوقتي، مش عارف ايه الغرض من ان وليد يدي الكرة بمنتهى السهولة كده للشناوي. شوط ممكن نقسمه لجزئين، الجزء الاول لحد الدقيقة 60 والاهلي فيه كان بيقابل لعيبة الزمالك من عند دايرة نص الملعب وما بنعملش ضغط عالي، وكنا بنعتمد على المرتدات السريعة واللي قدرنا منها اننا نشكل خطورة عليهم. اما الجزء الثاني كان من بعد الدقيقة 60 وخصوصا مع دخول احمد رفعت اللي نشط الجبهة الشمال، واللي منها قدر الزمالك انه يعمل خطورة على فترات، والاهلي في الوقت ده كان متراجع وبيدافع من الثلث الاخير في الملعب، وكان من الصعب اختراق الدفاع ووصول الكرة لإكرامي. ولو كان عندنا شوية سرعات في الثلث الهجومي مع الشوارع الموجودة في دفاع ونص ملعب الزمالك كان سهل جدا اننا نخلص الماتش من بدري. ولما الجون الثالث اخر اجاي نفذ وصية ايفونا وسجل، وقال لجمهور الاهلي من النهارده مفيش ايفونا، في اجاي. حسام البدري من افضل المدربين من بدايه الموسم وعلى مدار الدور الاول كله، واللي بيميزه عن باقي المدربين انه بيلعب بواقعيه اكتر ومن غير اي تكبر على اي فريق، وفي حدود الاوراق والامكانيات المتاحه ليه في كل ماتش، وبيعرف ازاي يوظف كل لاعب في المكان والمركز اللي هيقدر ينتج فيه على المستوى الفردي ويحقق اقصى افاده للفريق ككل على المستوى الجماعي. وضيف لكده انه بيذاكر الفرق اللي هيلاعبها كويس، وبيقدر يكتشف نقط ضعفهم اللي هيدوس عليها ويغلطهم بيها، ونقط قوتهم اللي هيحاول يحرمهم منها. وفي ماتش الزمالك مش بس حرمهم، ده جاب لهم جفاف.
الاهلي في ماتش الزمالك كان بيلعب كوحده واحده واللعيبه طول الوقت كانت قريبه من بعضها. في حاله الهجوم هتلاقي مؤمن ووليد بيدخلوا جنب مروان وبيعملوا كثافه هجوميه جوه منطقه الجزاء وبيسيبوا الخط لحسين وهاني عشان ينطلقوا ويعملوا عرضيات. اما في حاله الدفاع هتلاقي ان كل اللعيبه ليها ادوار دفاعيه وكنا بنتحول ل 4-4-2 على شكل 3 حواجز ولازم تعديهم عشان توصل لاكرامي. لو عديت من الحاجز الاول مش هتعدي من الثاني، ولو عديت من الثاني مش هتعدي من الثالث. اما بقى لو عديت من الثالث هتلاقي نفسك لوحدك من التعب بتدي الكره لاكرامي. الخلاصه ان الاهلي علمهم ازاي يهاجموا كويس ويجيبوا جوال وازاي يدافعوا كويس وبرضه يجيبوا جوال. في لاعب لازم نوجه له التحيه على المستوى الثابت اللي بيلعب بيه كل الماتشات. لاعب فرق معانا كتير في ماتش الزمالك سواء هجوميا او دفاعيا. لاعب بيأدي بنفس الاداء لحد صفاره الحكم، وانسب وصف ممكن يتقال عليه هو انه روح الفانيلا الحمراء متجسده في شكل لاعب. اللاعب ده هو الجوكر احمد فتحي. ده شيكابالا وهو بيشتم الاهلي وجمهوره. افضل عالميا يا معرضين تعالوا شوفوا. وده الجمهور مدعي المثاليه وهو بيشتم صالح سليم. وفي الاخر يقول لك يا ريت ما تشتموش شيكابالا اصله بيتقمص. يا اخي احلى حاجه فيكم انكم بتصدقوا نفسكم والله. كانوا عايزين يجيبوا جول في الوقت القاتل ونسيوا انهم بيلعبوا الوقت القاتل نفسه. انزل لي يا ابني بالشعار. لا مش ده. ايوه هو ده. واخيرا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وان شاء الله كل واحد كان نفسه في حاجه في 2016 وما حققهاش يقدر يحققها في 2017، والاهلي دايما فوق الجميع. بس قبل ما اسيبكم عايز اسالكم سؤال ملوش اي علاقه بالكوره ولا الفنيات. لو انت عارف قفا باسم مرسي في رقبه مين اكتب لنا في الكومنتات. يا قلبي اي 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 ان احنا اتش دي هو مستنيين نستقبل اتش دي. خلاص ما هو تبقى اتش دي على اتش دي تطلع في البيوت روعه روعه روعه. عرفنا انه هو بوحده 22 اتش دي خلاص. اللي هتديكوا التقنيه دي الاتش دي. اسمع بس شاشه اون سبورت اتش دي خليك بقى الوحيده في مصر اللي تستقبل اتش دي هي اون سبورت. يا اخي بقى.
لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير في الخير، واشوفكم الحلقة الجاية.